السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة الفيديو مختلف. الفيديو ده مطلوب مني بقاله كتير قوي قوي، وبشوف كومنتات على فيديوهات قديمة بقالها سنين لغاية دلوقتي بتجيلي حرفيا عن تجربة الغسالة. غسالة التلاجة. انا مش عارفة، تاخدوش عليا، الدنيا صيام، احنا خلاص في اخر رمضان، فانا بقولها بكل ثقة، الغسالة. طيب التلاجة، علشان خاطر انا كنت منزله ريفيو عنها قبل كده، والناس بتسالني لغايه دلوقتي هل التلاجة بعد السنين دي كويسه معاكي ولا لا. فانا هقول لكم كل حاجه فيها، وكمان هننضف كده تنظيفه سريعه بقى. احنا طبعا نضفنا الشقه تنظيفه العيد بقى وكل حاجه، بس الحمد لله التلاجة انا لسه منضفاها من كام يوم تنظيفه كويسه جدا جدا. فانا همسحها مسحه خفيفه كده، وهشيل الفرش بتاع رمضان منها. فعايزاكم كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكملوا الفيديو للاخر. وكمان هعمل لكم ريفيو عن البوتاجاز، بس انا مش عارفه اذا كان الريفيو ده هينزل في نفس الفيديو ولا لا، على حسب بس ايه المقطع هيقعد قد ايه، علشان ما اطولش عليكم الفيديوهات. فلو ما نزلش في الفيديو ده هتلاقوه في الفيديو اللي وراه على طول. ف يلا نبدا كده ونسمي الله، وان شاء الله تستفادوا. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، ويلا نبدا ونسمي الله. الله. طبعا المنظف ده كويس جدا جدا، وخلاني بصراحة انجز التلاجة. وحتى هنا كمان عشان انجز انا قفلت كده الكاميرا معاكم، وكملت انا بقى بقية التلاجة من تحت، وكملت الباب، وشلت الارفف بتاع مكان الصوصات كده والحاجة، ونضفت التلاجة كويس جدا جدا. طبعا ده صوت انس، متاخدوش في بالكم خالص خالص خالص. المهم هنا بصراحة المنظف ده بجيبه من ماي واي او في محلات المنظفات بتاع التلاجات والميكرويف، وعايزه اقول لكم بيدي ريحة للتلاجة رائعة. هنا كده انا كنت خلصت بقى التلاجة زي ما قلت لكم كده، قفلت عشان انجز انا. وهنا خلصت كده ورصيت كل حاجة مكانها. طيب هنا بقى ريفيو عن التلاجة زانوسي. طبعا انا عملت ريفيو قبل كده عنها، وكان العنوان حتى قعدت اعيط لبابا عليها، وبعد كده ندمت. الفيديو ده لغايه دلوقتي بقاله 4 سنين، لغايه دلوقتي بيجيلي اسئله كتير جدا 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 عليه. هل التلاجة بعد السنين دي كلها كويسه ولا لا؟ استخدامها حلو ولا لا؟ فانا قررت ان انا اقعد لكم، طالما الفيديو ده طلع مفيد قوي وفي ناس بجد استفادت منه كتير، فانا قررت ان انا افيدكم فيه. طيب اول حاجه، التلاجة دي انا فعلا قعدت اعيط لبابا وادبدب في رجلي كده في الارض ان انا عايزه التلاجة دي، عايزه التلاجة دي، وندمت لحاجات معينه. هل التلاجة كلها وحشه وهل التلاجة كلها عيوب؟ انا هقول لكم دلوقتي كل حاجه. طيب مبدئيا كده بصوا، انا خلصت التلاجة كده وفرشتها. طبعا بتحس ان هي بقت قرعه من بعد ما شلت الورق بتاع رمضان. عايزه اقول لكم ان كان محافظ على التلاجة جدا بجد، حلو قوي. يعني انا بفكر اجيب بقى ورق تاني، بس مش بتاع رمضان، عشان يبقى بتاع السنه عادي. تمام. رصيت كده الحاجه. هنا غالبا بحط الجبن والحاجه. طبعا انا الرف ده اتكسر، ده كان بيتقفل، بس انا ده اتكسر عندي من اول الجواز، بس تمام عادي يعني شغال ماشي. وهنا بظبطت كده الدنيا. بصوا بقى، اول حاجه، اول عيب في التلاجة بجد ان اللي هو الستيكر ده ولا اللزق اللي بيكون على التلاجة ده، بصوا ده داخل تحت الاكر، يعني داخل تحت اللي هي الاكرة بتاعت الباب دي، فما بيتشالش بقى، ما بيتشالش. يعني انا هنا بصوا هتلاقوا، بصوا هنا حاولت اشيله، بصوا لسه في هنا حتت كده، فمش عارفه ليه حواليها هنا، بصوا تحت تركيب الباب، فده ما بيتشالش نهائي. فدي اكتر حاجه بجد مضايقاني في منظر التلاجة من بره، لان هي لونها من تحت حلو، فيه يعني سيلفر كده بيلمع حلو قوي، بس طبعا الورق ده
او الاسترتش ده مغطيه، مش عجباني خالص. تمام. طيب نيجي بقى للتلاجة من جوه دي. بصوا هي في الفترة الأخيرة بصوا النور بتاعها بقى بيعلق، بس أنا جوزي بيقول لي أهو بصوا لما زقتها النور اشتغل. هو بيقول لي ده عيب إن التلاجة متحركة من مكانها أو عايزة تتزق بطريقة معينة، وأنا معرفش ده عيب صناعة ولا عيب إن هي فعلا كده. طيب دي حاجة، استنى عشان أنا بس حاسة إن الغسالة عايزة أوقفها. استنوا طيب، انا وقفت لكم الغساله علشان كنت حاسه ان هي عامله صوت رهيب كده. بصوا برضو اهو فتحت تاني، بصوا لازم ازقها كده عشان ايه، او اعمل الزرار كده اللي هنا ده عشان خاطر تنور. تمام. فمش عارفه ده ايه بالظبط. طيب اول العيب اللي انا كنت قايلاه هو العيب بتاع الرف اللي انا قعدت اعيط بسببه وقلت عايزاه، اللي هو رف الكنزات او كده، وقلت ان ده مش عملي خالص خالص خالص، ومضيق لي المكان، مضيق الارفف اللي هنا كده، مخليها ان هي بصوا في هنا فراغ كده، في هنا كده نازله، وبعدين فيها هنا فراغ. لو كان دي مش موجوده وكان في اصلا رف تالت هنا كان هيفرق معايا جدا جدا. طبعا هنا علشان بس ما تقولوش هنا متبهدله، هنا انا مقسمه الحاجه في اكياس، يعني مقسمه البيكنج باودر في كيس، اكياس الكاتشب في كيس، هنا اللي هو الايه السحلب عشان مفتوح حاطاه في كيس، لاني ما عنديش اللي هي بتقفل الاكياس دي، اللي هو المشابك اللي بتقفل الاكياس. وكمان في اكياس بتبقى مقفوله اللي هي البيكنج باودر والفانيليا والحاجات دي كلها، فبحب احطها في اكياس كده عشان ابقى عارفه الكيس ده بتاع ايه. تمام. وهنا برضو هنا عندي ده كيس رز بسمتي مفتوح وكيس رز مفتوح، فبحطهم هنا. تمام ماشي. المهم يعني ان دي بصوا هي يا دوبك بتاخد زبادي اساسا، او طبعا كنز. وانا اصلا شخص في البيت هنا ما بيشربش بيبسي وما بيجيبش كنز في البيت، ما بيدخلش بيتنا اساسا الا نادرا حرفيا، فملهاش اي استخدام عندي. يعني بصوا مثلا انا عندي بطرمان الصلصه اهو، بصوا مش هيدخل اكبر. هنا مثلا مش عارفه عندي بطرمانات مربى، بصوا مش هيدخل. فهي انا كنت فين وانا بعيط عليها وان انا عايزاها وفي الاخر انا بجد اكتر حاجه مضايقاني في التلاجة. ماشي. تاني حاجه بقى مضايقاني في التلاجة هي الشيب بتاع التلاجة. انا التلاجة عندي بصوا من بره، بصوا التلاجة عندي من بره ضخمه جدا جدا، وسمك الباب بتاعها تخين وكبيره، فتشوفها بقى من بره تقول ايه التلاجة دي يا ما هنا يا ما هناك. تفتحها بقى من جوه التلاجة صغيره جدا جدا من جوه. بس برضو النور ماشي. المسافة بين الأرفف هنا صغيرة جدا جدا جدا. ده هنا ده طبق رز بتاع امبارح، بصوا انا بقى عارفين الاكياس اللي هي اللي هي حفظ الطعام دي، بحطه كده في طبق وبحطه كده الكيس ده، بدل يعني ايه كده كده هو طبق واحد مش محتاج ان انا احط حلة او علبة كبيرة، فبحطه كده او يحفظه. ماشي. المهم يعني نرجع بمرجعنا ان المسافة بين الارفف صغيره جدا. يعني انا عندي لو حاجه عاليه شويه ما بتدخلش خالص، لو عندي شفشه او عندي اي حاجه عايزه احطها ما بتدخلش. المساحه بتاعتها صغيره جدا جدا جدا، فدي حاجه بجد اكتر حاجه مضايقاني برضو منها، ان مساحتها صغيره رغم ان هي كمساحه من بره واخده مكان كبير. طيب تاني حاجه بقى او تالت حاجه، انا كنت قايله قبل كده ان التبريد بتاعها كويس جدا جدا. بصوا في هنا كده التبريد ده، هنا بنختار الميديوم او الميني او في ايه تاني استنوا الماكس. ماشي. نخليها على الماكس بقى. ليه؟ هقول لكم ليه. لان في الفتره الاخيره دي، في الفتره الاخيره بس، قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، بقت الحاجه بتبوظ بسرعه جدا. حتى الجبنه البيضه انتوا متخيلين بقت بتبوظ، وبتبوظ في وقت قليل جدا. فانا مش فاهمه ده من ايه، هل ده عيب درجه حراره ولا هل ده بسبب ايه بالظبط، فانا مش عارفه خالص. فالموضوع ده ابتدى يضايقني، فانا قلت دلوقتي هعلي درجه الحراره وهتابعها، عشان لو باظت برضو على اعلى درجه حراره هتصل طبعا بالشركه ان هي تيجي تشوف ايه المشكله عندي. طيب مميزات بقى التلاجة ايه؟ اول حاجه ان التلاجة ما بتعملش صوت عالي،
في تلاجات كده كنت بحس ان هي دايما بتعمل صوت الموتور بتاعها عالي، التلاجة صوتها هادي وواطي مش بتحسي بيه، يعني هي التلاجة هي شغاله ما فيش اي صوت عالي. ساعات كده لما الموتور يقوم كده لما يفصل ويقوم بتعمل صوت كده، بس بعد كده الموضوع بيبقى في الهادي طول الوقت. طيب تاني حاجه اني قلت ان التلاجة ما بتعملش روايح نهائي، بجد التلاجة الروايح بتاعتها كويس، يعني مهما حطيت فيها ايه ما فيش حاجه بتكرف على بعض. تمام، فدي حاجة برضو ميزة كويسة جدا جدا. بس يعني هما دول اكتر ميزتين. وكان الاول ميزة التبريد ان الحاجة مش بتبوظ فيها، بس دلوقتي مؤخرا زي ما قلت لكم بتبوظ، فانا عليت كده يعني درجة الحرارة بتاعتها، وقلت برضو هشوف كده الدنيا وهبلغكم وهقول لكم اذا كانت فعلا ايه ده عيب بقى التلاجة ابتدت تبوظ ولا ايه، ربنا يستر والله، ولا هل ان درجة الحرارة هي كانت قليلة رغم ان احنا في شتاء يعني مش في صيف. بس هجرب كده وهقول لكم برضو. طبعا انا التلاجة فاضية خالص دلوقتي، انا شلت كده حاجات عشان اعرف اصور لكم اكتر، علشان خاطر ايه مفيش اصلا اكل من امبارح. نحط كده ده هنا، ونحط كده ايه طبق الرز الجميل بتاعنا نحطه كده تحت عشان احنا ايه مش هنستخدمه دلوقتي. ودي طبعا حاجه الفطار، انا بحب العلب دي قوي يا جماعه، احط فيها كده اللانشون والجبنه الرومي والحاجات، وهنا بقى بحط الجبنه البيضاء، احط هنا الطحينه، احط كده حاجات. طبعا الزبادي دي عشان مفتوحه، غير كده بحطه هنا بس. وتحت ده بيكون الحاجات اللي انا مش يعني ايه مش بتاعه الاكل، اللي هي معلبه زي السمنه، الكاتشب، في بطرمان المخلل ده بتاع جوزي بيحبه كده يعني. بس المهم يا رب ايه طبعا درج الخضار انا بحط درج الخضار، بحط الاكياس ليه بقى. انا جربت يا جماعه كل الطرق عشان الخضار ما يبص. جربت ان انا احط مناديل واحط الخضار كده، جربت اجيب علب واحط الخضار فيها، جربت ان انا احط المعلقه او سفنجه زي ما بيقولوا كده مع الخضار. انسب طريقه حرفيا لقيت ان هي بتحافظ على عمر الخضار في التلاجة بتاعتي ان انا احطهم بالاكياس الفاتحه دي. بجيب الخضار وبحطه، لو هو جاي في اي كيس اي لون بحطه في الاكياس الفاتحه، وبحط كل نوع خضار في كيس وبحطه كده. ده بيخليه بجد ان هو يقعد معايا فتره طويله ومش بيبوظ، ولا بحط بقى سفنجه ولا بحط معلقه ولا اي حاجه. بس لما بطلعه بره الاكياس لا بيبوظ بسرعه جدا جدا، معرفش ليه. فدي برضو قلت اقول لكم عليها فكره كده ممكن تفيدكم. وعلى حسب نوع التلاجة برضو ده اللي اكتشفته، الخضار بيقعد بالتلاجة قد ايه على حسب نوع التلاجة والتهويه اللي فيها. يا رب كده اكون فدتكم، ويا رب كده تكونوا استفدتوا بالموضوع. والتلاجة ارشحها بس ارشح الماركة بس مرشحش الموديل ده حاولوا تاخدوا موديلات تانية تكون اوسع. لو انتي عروسة ما تاخديش بالشكل، ما تغلطيش غلطتي، خدي باللي هيفيد بالحاجة العملية اكتر بكتير. انا كنت عروسه بهتم بالشكل قوي، في حاجات كتير ندمت عليها بعد الجواز وبقول يا ريتني كنت اخترت الحاجات العمليه اكتر. فبجد لو انتي عروسه اهتمي بالحاجه العمليه، الحاجه اللي هتفيدك. بصي لقدام ان ان شاء الله ربنا هيكرمك، فعيلتك هتكبر، فهتبقي محتاجه الحاجه الاكبر والاحسن والاوسع. ما تاخديش بالحاجه اللي هي الصغيره وتقولي ده احنا فردين، ده احنا مش عارفه ايه وكده. واللي بيتجاب في الاول بيبقى صعب تغيريه بعد كده عشان ظروف الحياه والمسؤوليات بتكتر. وما تقوليش هبقى اغير بعدين، عشان كلنا قلنا كده وبعد كده ندمنا لان الاسعار اتغيرت وعليت والمسؤوليات زادت كل حاجه. فهاتوا الحاجات العمليه المفيده اللي تناسبكم، ويا رب اكون فدتكم. وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، ولو حابين ريفيو عن اي حاجه تانية اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله افيدكم واشوفكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.